يفصل ويرجع لنا مرة تاني. اتفضل يا استاذ هاني. الحقيقة عندي كذا خبر يعني مختلفين. بيان من صفحة الشرطة المصرية إلى الإخوة الثوار: تظاهروا وعبروا عن رأيكم طالما أنتم بعيدون عن التخريب وعن المنشآت الشرطية، ولا عداء بيننا وبينكم. ده منقول من صفحة وزارة الداخلية المصرية أو الشرطة المصرية. تعليق من محمد محسوب الإخواني والقيادي بحزب الوسط، وبيقول: لو استطعتم إسقاط مرسي بعد 6 شهور في الحكم وذلك أضغاث أحلام، يعني أقصى حلم ممكن توصلوا له، فلن يسمح لكم الإسلاميون بحكم البلاد ل6 ساعات. يعني إذا سقط مرسي مش هنلحق نحكم البلد 6 ساعات. وخبر من كفر الشيخ: سيطر الثوار على مبنى المحافظة وهروب المحافظ و العاملين في مقر جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق هواتفهم المحمولة خارج محافظة كفر الشيخ. أبو إسماعيل بيحشد أمام الإنتاج الإعلامي، وفي صور كتيرة على الفيسبوك بيتناولوا وجبة الإفطار والغداء، وبيحذروا إذا تم إسقاط مرسي ستعلن ثورة إسلامية في ساعات. دي الأخبار الموجودة دلوقتي. في أخبار ما أعرفش صح ولا غلط عن الشبكات في شبرا، عن الشبكات مش عارف فين، لكن أنا ما أقدرش أجزم بالكلام ده لأني بعيد أو في داخل تحت المترو. أعتقد لو خدت راحة نص ساعة أعمل اتصالات وأقدر أوصل للأخبار يعني الصحيحة، هعاود أتصل بحضرتك في خلال نص ساعة. والوضع، خليك معايا ثانية واحدة معلش. اتفضل. بعد توارد انباء ان مرسي اجل محاكمه. ده الكلام ده غلط، اتنفى يعني اتنفى بس هو يعني لا اصدقاء ان الكلام دوت الخوف. معايا دكتور جوزيف. معاك. الوضع ان بكره الالتراس المحاكمه، القضاء رئاسه الجمهوريه يعني عايزه تؤجل المحاكمه بكره لاجل غير مسمى. في اللحظه دي وصل جماعه البلاك بلوك الشهيره اللي بيلبسوا الاقنعه، وصلوا محطه مترو انور السادات. مفيش اي لقاء مع اي واحد فيهم يا استاذ هاني؟ بسرعه كده خد بيرفضوا الميديا. الميديا لا. حاولت قبل كده لانه ده الموضوع بتاعهم، يعني مش قادر اقول. اهم في كل حته شايفينهم حقيقه ورافضين. لا ما اي ميديا ممنوع، حتى التصوير حتى الفوتوغرافي بيعملوا مشاكل، فاحنا بنتجنب المشاكل ديت يعني حسب رغبتهم، عشان هم بيقولوا الصور دي في بعض الناس بيبقوا متعاونين مع الاخوان او مع الامن لمعرفه اشخاصهم يعني وتتبعهم. طيب يعني هم نزلوا بقى خلاص المترو مش كده؟ عدد قليله منهم بدات تنزل المترو في وسط هتافات. التخوف كله من غدا. الالتراس متحفز لقرار المحكمة، والرئاسة تحاول أن تطيل عمر المحاكمة بتقديم أدلة جديدة. والسؤال اللي بيسأله كل الناس: مش ده النائب العام الجديد اللي قال هيجيب حق الشهداء؟ مش ده النائب العام القديم اللي مشي، الفلول اللي تبع مبارك الوحش اللي مشي؟ جبت لنا نائب عام عشان معاه أدلة جديدة؟ لا، شفنا الناس بالعكس، ناس خرجت براءات وتصالحتوا مع الناس في هدايا الأهرام ودفعت الناس فلوس وخرجتوها براءة. والبكره محاكمه بورسعيد عايزين تاجلوها. يبقى النائب العام الجديد كان جاي ليه؟ يبقى النائب العام جاي جديد. الجديد ده جاي عشان يطمس بعض الادله اللي قد تمسكم وخايفين انها تطلع. وده احساس عام، يعني احساس عام لكل المتواجدين. يعني يمكن جنبي واحد برضه الشعب المصري يا دكتور جوزيف رائع، يعني خفه دمه، جاي بيقول لي: هو ده القطر رايح المرج؟ يعني بيسأل على المترو والناس تحت القضبان. لا بجد ثورات جميله جدا، والناس عايزه بس هي المدنيه. بشكرك يا استاذ هاني على مجهودك. يلا اشحنوا وارجعوا لنا مره تاني